الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره، فهو وحده سبحانه وتعالى غفار الذنوب وستار العيوب وعلام الغيوب. نشهدك يا ربنا ونشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ رسالة ربه أعظم ما يكون تبليغ، وأدى الأمانة الإلهية على أكمل وجه يليق، فصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين. يا دعوة بفم الخليل ترددت فأتيت بدرا هاديا مهديا، فقت الخليل وأنت طي دعائه وعلوت عن طور الكليم صفيا، وسبقت جبريل الأمين فجزت في حجب الغيوب فبنت لا مرئية، ورأيت ثم رأيت ما كذب الفؤاد ولا طغى البصر الذي يتفضل. سبقت بك البشرى فكنت اسما وأوصافا تطابق سمتك العربية، وسطا حنيفيا رحيما لينا تعطي الفقير وترفع المنسية. ما كان جدك في اليهود قساوة أو كان في الرهبان النصرانية، عرفوك إذ لم يعرفوا أبناءهم فتآمروا بك يافعا وصبيا، صلى عليك وساق قلبك رحمة للعالمين فكنت مشرقا قرشيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف اليوم الثاني في القسم المسائي لجائزة الشيخ علي الصوفي الدولية للقراءات في دورتها الرابعة، ونستفتح بهذه الجلسة المباركة بإذن المولى سبحانه وتعالى بتلاوة قرآنية من الشيخ القارئ أحمد النفيسي ضيف الشرف في الجائزة، فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما
يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. الله 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 لك. الله عليك.